اللهم أعني حتى أصل إلى الماء وأشرب منه. الحمد لله، الحمد لله. علي أن أكون حذرا أكثر من ذلك. ها أنا قد وصلت إلى الماء. يجب أن أتشجع ولا أخشى منه، فليس أمامي حل آخر. الحمد لله، الحمد لله. الماء صالح للشرب وليس بفاسد. الحمد لله، الحمد لله. ليتني احتفظت بقربة راعي الغنم حتى أملأها من ماء البئر قبل أن أتركها. المهم الآن كيف سأخرج من هذه البئر. كان النزول صعبا جدا، وسيكون الصعود أصعب بلا شك. ليس أمامي سوى المحاولة، فالله الذي أرشدني إلى البئر وجعل ماءها صالحا للشرب وأعانني حتى شربت منها قادر على أن يخرجني منها. سبحان الله، يبدو كلبا هزيلا ضعيفا. ما الذي أتى بك إلى هنا في هذا الحر الشديد؟ نعم، يبدو أنك ضللت الطريق مثلي. عرفت أنك ظمآن مثلما كنت أنا ظمآن. ولكن ماذا يمكن أن أفعل من أجلك؟ ماذا؟ تريد أن تنزل إلى البئر؟ ستموت حتما. يبدو أنك تريد شيئا آخر، ولكني قد لقيت صعوبة شديدة في النزول أول مرة، وأي محاولة أخرى ستكون مغامرة كبيرة بحياتي. على أي حال، أدعو الله أن ينجيك من الموت كما نجاني. لا أعرف لماذا جئتني الآن، ولكن يبدو أن الله قد أراد أن يختبرني بك. اللهم أعني وقوني على نزول البئر مرة أخرى كما أعنتني وقويتني في المرة السابقة. تفضل أيها الكلب المسكين، اشرب الماء الذي في الخف. الحمد لله، وعذرا لك، فلم أجد شيئا أضع لك فيه الماء سوى ذلك الخف. عفوا، فأنا لم أستطع أن أتركك في الصحراء وحيدا ظمآن هكذا. يا رب، تعلم أنني قد سقيت هذا الكلب كي أشكرك لأنك سقيتني في هذا الحر الشديد. اللهم اغفر لي ذنوبي لقاء ما عانيته حتى سقيت هذا الكلب. ولقد شكر الله له وغفر له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم أجرا؟
فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري ومتفق عليه.